الواحد لا طايق ياكل طبيخ ولا طايق يطبخ اصلا. امال هتاكلينا ايه النهارده؟ هاكلكوا سلطه بس فيها كل الفوائد اللي احنا عايزينها. اما نشوف. شوف يا سيدي، سلقنا شويه رز وزودنا عليهم خضار متقطع مكعبات صغيره مسلوق برضه، عباره عن بسله وجزر وبطاطس. بعدين نزود زيتون مخلي متقطع برضه، بعدين طماطم شايلين قلبها ومتقطعه برضه مكعبات صغيره، وبيض مسلوق متقطع مكعبات صغيره. ايه كل ده وتونه كمان؟ تخيل بقى كميه الفوائد اللي في السلطه دي عامله ازاي. تعالى بقى بسرعه نحضر الصوص. يلا. اوبا، ما عندناش مايونيز. وانت هتغلبي؟ ما تعملي لنا المايونيز يا شيف منة. معاك حق، نضرب مكونات المايونيز كلها ضربة كويسة كده لغاية ما نوصل لقوام المايونيز المظبوط، ونزود معلقتين مايونيز على معلقتين زبادي وعصرة ليمون وملح وفلفل ومعلقة عسل أبيض. نقلبهم كويس وبس كده حضرنا الدريسنج بتاع السلطة. الله ينور. انا متفائل بصراحه، بس انت لو حطيتي الدريسنج ده على السلطه ما هتعجب.